اللي قدامك ده هو فيديو المستر بيست، اكبر يوتيوبر في العالم، امبارح لسه منزله وهو بيقضي حوالي 100 ساعه جوه الهرم بيستكشفه كله. ولكن يا صديقي الغريب ان هو سال دكتور زي حواس، قال له هو اللي بنى الاهرامات المصريين ولا الفضائيين؟ ولكن هتعمل ايه لو قلت لك ان اجابه السؤال ده ليها علاقه بالنبي ادريس عليه السلام؟ والاهم هو احنا ليه كل فتره يطلع لنا واحد من بره زي ايلون ماسك اللي عمال بيقول لك ان المصريين اصلا ما بنوش الاهرامات، حبه يقول لك دول الفضائيين، حبه يقول لك دول افرو سنتريك اللي بيقولوا يعني ان الافارقه هم اللي بنوا الاهرامات مش المصريين، وكلام تاني طالع ان كان في عمالقه بنوا الهرم او ان الجن ساعدوا المصريين القدماء في انهم يبنوا الاهرامات. فتعال بقى نمسكهم حاجه حاجه ونجاوب عليهم. صلي بينا على النبي وركز معايا. اهرامات الجيزه وابو الهول واحده من اهم المعالم الاثريه في العالم، من ضمن عجائب الدنيا السبعه هي وابو الهول. فازاي بناء بالحجم ده؟ لو هنتكلم مثلا عن اكبر هرم ارتفاعه حوالي اكتر من 140 متر قبل النحت، وزنه بيصل ل 6.5 مليون طن، فازاي قدروا من اكتر من 5000 سنه ان هم ينقلوا احجار بالحجم ده ويعملوا الاهرامات؟ طبعا عشان تبقى متخيل حجم الموضوع، انت بتتكلم ان احنا كل ده منبهرين باول هرم فيهم، لكن لو انت ما تعرفش فمصر عندها اكتر من 120 هرم متوزعين باحجام واشكال مختلفه، مبنيين في حقب زمنيه مختلفه عن بعضها. طبعا زود عليها المعابد، المقابر اللي احنا حتى يومنا هذا لسه عمالين بنكتشف فيها، ومفيش برضه حد قادر يوصل لسر بنى الحضاره بالحجم ده. ولكن ايه علاقه كل اللي انا قلته ده بسيدنا ادريس عليه السلام وبنى الاهرامات؟ فخليني بقى احكي لك القصه، هنقول من نصها. سيدنا ادريس عليه السلام واحد من اقدم الانبياء الموجودين، يقال ان هو حضر سيدنا ادم في اواخره، واثناء ما هو بيأدي الدعوه بتاعته بانه ينصح الناس بدا يظهر له كميه كفار معارضين، وكان بدا يوصل الايذاء بتاعهم ليه ولاتباعه انهم كانوا هيخلصوا عليه. فقرر ان هو يهاجر من الرافدين ويروح على ارض اسمها مصر. مصر في الوقت ده كانت فاضيه، ما كانش فيها غير النيل، وكانت الدنيا حواليها عباره عن فراغ. فقرر ان هو هيبتدي هناك هو واتباعه ان هم يبنوا حضاره، وربنا سبحانه وتعالى كان بيرزقه العلم، وانه كان بيطلع ياخد العلم من السماوات ويرجع ينزل بيه. فكان من اول الحاجات اللي عملها انه وسع مجرى نهر النيل، بدا يديهم علوم زي الفلك والهندسه والطب. فهنا انت اكيد فكرت، معقوله ان سيدنا ادريس هو كان اول ملك لمصر وهو اللي اسس الحضاره المصريه؟ هقول لك لا، وده لان اصلا الحضاره المصريه جت بعد الطوفان بتاع سيدنا نوح، وسيدنا ادريس عليه السلام كان عارف بالطوفان ده لان سيدنا ادم كان مبلغهم ان في طوفان جاي. ما كانش مبلغهم الطوفان في انهي يوم بالظبط، ولكنهم كانوا عارفين انه جاي، زي ما احنا كده ربنا سبحانه وتعالى مبلغنا ان في يوم قيامه، احنا ما نعرفش هو امتى، ولكن احنا عارفين ان هو باذن الله سياتي لا محاله. وهنا بقى في بعض الكتب زي كتاب حسن المحاضره اللي بيتكلم عن ان سيدنا ادريس عليه السلام لما عرف ان الطوفان جاي قرر ان هو يسيب كل العلوم والمعرفه اللي ربنا اداها له ويحفظها في مكان. المكان ده على حسب بعض الروايات هو الهرم الاكبر، ولكن في روايات تانية بتقول ان هو بنى زي مبنى يقدر ان هو يصمد قدام الطوفان لحد ما الطوفان يعدي والميه ترجع تاني زي ما كانت والمعرفه تنتقل للجيل اللي بعديه. والمفترض ان اللي لقوا المعرفه ديت هم المصريين القدماء واستعملوها عشان يبنوا الاهرامات. طبعا قصه سيدنا ادريس اكبر من كده بكتير، محتاجه لها فيديوهين مثلا لوحدهم، ده بالاضافه طبعا لصعوده ووفاته في السماء الرابعه عند ربنا. فكده احنا عرفنا قصه سيدنا ادريس، وان ممكن والله اعلم يكون ربنا جعله سبب في بنى الاهرامات. ولكن كانت دايما القصه المنتشره اكتر عن بنى الاهرامات هي ان الجن هم اللي ساعدوا المصريين القدماء في بناها. الكلام ده مرجعيته مبدئيا جايه من الدين، وده لان احنا عرفنا ان الفراعنه كان عندهم معرفه كبيره بالسحر، زي ما شفنا في قصه سيدنا موسى عليه السلام مع السحره بتوع فرعون، وانهم ممكن يكونوا سخروا الجن عشان يساعدهم في بناء الاهرامات، زي ما كان سيدنا سليمان عليه السلام بيعمل، وكان ربنا مديله القدره على تسخير الجن. ولكن كانت بدايه النظريه دي في سنه 1922 لما فتحوا مقبره توت عنخ امون، واللي في يوم الفتح بتاعها ظهر من بعديه المسمى بتاع لعنه الفراعنه. وده لان يوميها لما فتحوا مقبره توت عنخ امون حصلت كميه حاجات غريبه. اولا كل الباحثين والعلماء والناس اللي كانت بتحفر المقبره توفوا بعدها في ظروف غامضه. في اليوم بتاع فتح المقبره الكهرباء انقطعت عن القاهره كلها، في عاصفه رمليه شوهدت عند القبر طلعت من اللامكان، وكمان بيقولوا ان هم شافوا صقر بيلف حوالين المقبره. ولكن كل الكلام ده طلعت عليه ابحاث بعد كده بتنفي ان هو حصل بسبب حاجه اسمها لعنه الفراعنه، وارجعوا السبب ان كان في اصلا عناصر كيميائيه منها اليورانيوم المشع بيكون موجود جوه المقابر، وهو اللي بيتسبب بالامراض والاعراض اللي بتحصل وبيصاب بيها اي حد بيخش المقبره. وتم ربط الموضوع بعدها بحاجه اسمها لعنه الفراعنه. ولكن بقى كل الكلام اللي احنا طرحناه ده ما بيأكدش بنسبه 100% الشكل او الطريقه اللي اتبنت بيها الاهرامات، ولكن علماء المصريات بيؤكدوا ان هم استعملوا طرق هندسيه بدائيه شويه وقتها، حاجات مثلا زي الزلاجات الخشبيه، كانوا بينقلوا الاحجار عن طريق نهر النيل من اسوان لحد مكان بنى الهرم، كانوا بيستعملوا تقنيات تانية زي المنحدرات الداخليه والخارجيه، ودي اللي كانت بتساعدهم ان هم يرفعوا الحجاره لارتفاعات كبيره جدا ويرصوها فوق بعضها. زود عليها ان كل النقوش والبرديات اللي احنا لقيناها بتؤكد 100% ان المصريين هم اللي بنوا الاهرام، واغلبيه الادعاءات اللي انت عمال بتسمعها
اللي بتطلع من الخنازير مثلا او بتطلع من من يسمون نفسهم الافروسنتريك بتبقى غرضها التشكيك في ملكيه المصريين لارضهم، واللي طبعا بيكون الهدف منها اغراض سياسيه زي ما عملوا قبل كده مع اخواتنا في فلسطين. اغلبيه اللي انا شرحته ده مجرد نظريات الله اعلم بصحتها، ولكن قد يكون جزء منها صحيح. فانا عايزك بقى تدور، ما تاخدش الكلام مني بس كده وتبلعه، وتقول لي رايك في الكومنتات ايه هو فعلا السر ورا بنى الاهرامات واتبنت ازاي، والاهم من كده هي اتبنت ليه؟ لان في ناس كتير بتشكك منهم علماء المصريات نفسها ان الاهرامات ما اتبنتش بس عشان تبقى مجرد مقابر للملوك، ولكن الغرض منها حاجه تانية احنا حتى الان لسه ما عرفناهاش. كان معاكم محمود زايد، سلام.